طبق المحشي الجميل قوي دوت للبنات المبتدئة لسه في المطبخ. هعلمك تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة جدا وتبقي محترفة محشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبيبتي ما تنسيش تحطي لايك قبل ما تشوفي الفيديو الجميل دوت، فيديو المحشي المصري الجميل. عندي حلة فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنة، هحط فيهم بصل مفروم زي ما انتوا شايفين كده. هعلمك تعملي المحشي بكل بساطة وما تخافيش منه خالص، وهيطلع معاكي جميل ومفلفل وطعمه حلو جدا جدا جدا، وكل اللي هياكله هيعجبه جدا. هخلي البصلة بس تحمر بسيط، يعني تبقى يعني مش حمرا قوي، تبقى يعني مدية لسه فار زي ما انت شايفة كده. وبعدين على طول هنزل بقرن فلفل كده حراق، احمر او اخضر. لو مش بتحبي المحشي يكون سبايسي حراق ممكن تستبدليه بفلفل بارد ما يكونش حامي يعني. ادي برضه تقريبتين، اخلي كل ده ومعلقه توم. طبعا التوم برضو بيدي طعم حلو قوي قوي للمحشي. تصفر البصله كده، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم والبهارات بتاعتي. البهارات عباره عن ايه؟ جنزبيل وقرفه وكمون وملح وفلفل اسمر، ولو عندك بابريكا حطي بابريكا برضو بتبقى حلوة جدا وبتدي كمان لون للمحشي حلو جدا. ولو عندك كمان معلقتين صلصة حطيه، بس انا عندي كانت طماطم حمراء وكانت كتير فما مرضتش احط الصلصة يعني. هسيبها على النار لغاية ما تتسبك كده، وبعد كده اكون مغسلة الخضرة ومقطعاها. هسيب الخلطة دي تبرد، وبعد كده انزل عليها بالخضرة علشان الخضرة ما تتبلش. احط الخضرة في اخر مرحلة قبل الرز على طول عشان ما يعني يفضل لونها اخضر زي ما هي، لان طبعا مع السخونية اللون بيتغير بتاع الخضرة. هكون غاسلة الرز ومصفياه كويس ومنزلة بيه على الخلطة بتاعة المحشي دي ومقلبة. لو احتاج ملح حط ملح تاني، مفيش اسهل من كده. انا مش عارفة البنات بيخافوا جدا من عمال المحشي ليه، بالعكس ده سريع وسهل جدا جدا. بس انتي رتبي المكونات بتاعته وانتي هتحسي ان انتي مش هياخد معاكي وقت خالص. خلاص هنا الخلطة جاهزة. الكاميرا ظلمة اللون بتاع الطماطم، انما هي الطماطم حمرا جدا. ودي الحلة اللي هعمل فيها. وعندي هنا بتنجان قورته، كوسة وفلفل، وكنت مخزنة ورق كرنب ومقطعاه طلعته من الديب فريزر وهعمله معاهم. طبعا قورت البتنجان زي ما انتم شايفين كده، لازم تطريه، يعني تقعدي تطريه كده قبل ما تقوريه علشان ما يتفتحش منك. والكوسة نفس الكلام قورتها. والفلفل حطيت طبعا قلب البتنجان، انا بحب احط في الحله اللي هحط فيها البتنجان القلب بتاعه من تحت، والحله اللي هحط فيها الكوسه برضو القلب بتاعها من تحت. هحشي كده البتنجان والكوسه والفلفل، واحاول ان انا انفضه من اي رز حواليه عشان ما يعجنش. وكمان ما تمليش الكوسايه او الفلفلايه او البتنجان قوي عشان الرز هينفش وما يطلعش بره. وده الفلفل هيتحشوا بسرعة جدا جدا، مش هياخد منك وقت خالص. خلاص حطيت الفلفل والكوسة والبتنجان مع بعض. وده الورق الكرنب اللي انا مفرزاه، بيبقى حلو جدا. بعد ما تسلقي الكرنباية عادي بتقطعيها، طبعا بعد ما تسلقيها تشطفيها بمية ساقعة، وبعد كده تقطعيها الورق بتاعها وتحطيه في علب او اكياس كده وتفرزيه، بيقعد معاكي من السنة للسنة وبيبقى طعمه حلو جدا وما بيجلدش ولا بيبقى فيه اي حاجة. وهبتدي برضو احشي الكرنب. وبعدين سويت المحشي بالشكل دوت. طبعا هتسويه مش هتملي الحله ميه، تقابليه كده بالميه. وبعد كده اول ما يغلي المحشي وطي عليه، سوا شوربه بقى او عصير طماطم، او ممكن تسويه بالميه عادي وتحطي لها مكعب مرقه. واسيبكم بقى في رعايه الله ومع السلامه.